السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتوا عم تشوفوا فيديو لليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد وأغراض العيد وعيار كمان كعك مالح وهيك شغلات حبيت أشاركها معاكم. إن شاء الله تضلوا بألف خير. أهلا وسهلا بالصبايا اللي انضموا للقناة جديد. بحب رحب فيكم من وين ما كنتوا وأهلا وسهلا فيكم بالجميع. وهون مثل ما شايفين يا صبايا أخذت ابني على المدرسة مشان إنه أحطه بالمدرسة واستنى البنات لحتى يطلعوا وآخذهم نروح على السوق مشان إنه أشتري لهم أغراض. فأنا هداك العيد الماضي كان أنا وصيت لهم من على الإنترنت، فأبدا ما كانوا حلوين، ما طلعوا كويسين، يعني طالع كان أسوأ شي وأسوأ اختيار إلي إني أنا وصيت لهم من على الإنترنت. فهيك والله هذا العيد قررت إنه ما أشتري أبدا أي شيء إن كان من الإنترنت شو ما كان يكون. فهيك والله يا صبايا اجوا البنات صلينا الظهر وطلعنا فورا على السوق وهيك صرت فتش لون ودور لون في كتير هيك موديلات كتير حلوة كتير مناسبة إلهم. هذا الزهر كتير عجبه لبنتي بس للأسف كان كتير صغير، يعني بيعطي مثلا بنت صف أول. بيطلع كتير كتير حلو عليها. وقيستها كمان هيك بدلة هيك جنس لون زهر كمان عليها هيك ريش أبيض كتير كانت حلوة، بس كمان كتير كانت صغيرة مو شوي. اي والله يا صبايا فهيك بدلنا المحلات كمان غيرنا المحلات والحمد لله توفقنا من هذا المحل وأخذنا من عند هذا المحل. قماشة الكنزات بتجنن يعني بتقولوا قطن على هيك ليجرا على ناعمة على مريحة، يعني ملمسها كتير ناعم. فكتير كتير حلوات الكنزات الحمد لله، ونقينا عليهم كمان هيك البناطلين. فهيك والله الحمد لله توفقنا بهالشروة وفورا يعني الحمد لله انه هيك من هذا المحل فورا اشترينا. هلا قدرنا اكيد محلين والثالث وهذا الثالث يعني انه اخذنا منه. فهيك هلا بخلال الفيديو فرجيكم شو اللي اشترينا. فكتير حبيت انا والله، يعني اغراضهم العيد هي السنة كتير كانوا حلوين. اي والله. وانتو خبروني يا صبايا اذا وصلتوا معي لهون. اشتريتوا أغراض للعيد ما اشتريتوا؟ عملتوا كعك مالح كعك حلو؟ شو عملتوا معمول؟ هلأ أنا عملت الحمد لله الكعك المالح، عملت كمان البيتي فور. هلأ ما شاركت معاكم البيتي فور إلا هيك شيء، يعني شيء بسيط، لأنه أنا قبل بيوم كنت عفوا كربشت قبل بمرة أنا عاملة معاكم البيتي فور فما حبيت إني كرر الوصفة ورد أرجع كمان عيدها. وهيك مثل ما شايفين يا صبايا هذا الطقم لبنتي إسلام. أخدت لها هيك اللي هي نقت على فكرة، يعني أنا تركتها بالمحل وراحت فتلت وقامت رجعت بالكنزة والبنطلون. هلأ كان البنطلون كبير بدلناه على أصغر، والكنزة كانت مناسبة الحمد لله. وهيك كانت والله يعني حبيتهم أنا والله كتير، يعني تحسوا هيك الألوان متناسقة مع بعضها مع رسمة الكنزة والبنطلون كتير متناسقات مع بعضهم كتير حلوين. اي والله الحمد لله. وحتى على اللبس طلعوا يعني ولا أروع من هيك. هلأ شوفوا البنطلون هيك كتير عريض من تحت، انا ابدا ابدا ما كنت حاببته وبقول يعني شو هالموضة وشو هالما بعرف شو. بس عن جد يا صبايا انتو خدوها قاعدة انه لا تحكموا على شيء اذا ما انتم مجربينه. وهون اخدت لهم كمان هيك الشالات القطن على الأغراض كمان. الأزرق اللون الأزرق لسلام وهي اللي بإيدي كمان لإسلام. فعم قلكن يا صبايا انتو ابدا لا تحكموا على شيء اذا ما انتم مجربينه شو ما كان يكون عن جد. فطلعوا على اللبس واو 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 عن جد، ولا اروع ولا احلى من هيك كتير حلوات والله. فان شاء الله بعد العيد هيك ان الله فضانا شوي هلا بين ايدينا شغل ان شاء الله ادعوا عليها يا صبايا انها هيك تزبط واخلص منها بقى، لانه صار لي تقريبا يعني شي سنتين وأنا عم أعاني فيها. هلأ بس جماعة تركيا بيعرفوا إنه مشكلة القيد وما قيد وهدول الشغلات، فهي المشكلة أنا كان عندي إياها من سنتين. فالحمد لله إن شاء الله هالأمور إن شاء الله هيك عم تتحلحل شوي شوي. فإن شاء الله بس انحلت هي الأمور وأمور قيد البيت إن شاء الله بدي أرجع كمان جيب لهم هيك كل وحدة كمان كنزة وبنطلون وخليهم وهيك والله. بعد المغرب كمان الحمد لله بعد ما أفطرنا والحمد لله رب العالمين هيك حبيت أعمل فنجان قهوة. بس إنه صياح ولادي كنت بدي أحكي لكم بالفيديو بخلوني أبدا أبدا، يعني أنا ماسكة فنجاني بس أنا مو عارفاني وين بدي أروح يا حتى أشرب هيك فنجان القهوة يكون هيك على رواق. بتصدقوا يا صبايا
يمكن أنا من أول رمضان أنا ما شربت فنجان قهوة هيك على رواق وهيك انبسطت فيه عن جد. ما بعرف ليش يعني بحسه هيك فورا فورا وقت الإفطار الواحد عن جد بيتعب بيبرد في جلي بدك تقومي تجري وهيك شغلات. وهون خليكن مع الوصفة يا صبايا. لازم نحط 5 كاسات طحين. أنا العيار بعيره بالكاسة. هاي 2. هاي كمان 3. هاي 4. وهاي 5. هيك تمام. خلصنا من أول كاسة. نحط البهارات اللي هي هلا أنا عندي من هذا السمسم راح استخدمه المحمص بيجي السمسم الزعتر. راح نحط عليه تقريبا 1 2 3 هاي 4. كمان راح نحط حبة البركة. هيك تمام. وهيك كمان بنحط الملح. تقريبا معلقة يعني. هلا بين الكمون والشمرة واليانسون وهدول والمحلب أنا هدول كلهم ما بحبهم، فبحط بس سمسم وحبة البركة وملح فقط لا غير بس. هلا هيك بخلطهم كتير منيح هيك مثل ما شايفين. هلا بضيف لهم السوائل. هلا هو الخلط كلياته 5 كاسات طحين، كاسة سمنة، كاسة زيت، وكاسة حليب فقط لا غير. الزيت فيكن تحطوا زيت زيتون إذا بتحبوا. أنا ما متوفر عندي راح أحط زيت عادي. هاي وحدة. أنا هون الزبدة مذوبتها تدويب. كمان هاي وحدة. هيك تمام. طلع علينا الزيت. كمان الزيت. كمان هاي وحدة. تمام. هيك فينا نخلط. هلا لكاسة الحليب إذا عندكم مية جبنة فيك تحطوا لها مية الجبنة بدل الحليب. تمام. إذا مو متوفر فيكم تحطوا لها مي. يعني إذا ما بدكم حليب فيكم تحطوا كاسة مي عادية يعني. أو إذا فيكم تحطوا كمان كاسة مية جبنة كمان بتطلع طيبة يعني بس بدون ملح. يعني هون انتو ما بتملحوا تخلوه على نطاقة مية الجبنة بس. هيك يا صبايا. بتعرفوا هاي الطريقة أنا مستخدمتها وهيك يا صبايا كنت عم بشرح لكم على عيار الكعك المالح. هلا هو العيار كتير ظابط، بس أحيانا أنا بعدل عليه شوي أحيانا، بس هو للصراحة هذا هو العيار. وبدل كاسة الزبدة فينا نحط كاسة سمنة كمان بتطلع لسه هشة أكتر. بس أنا هون نسيت تحذروا شو المكون الأساسي اللي لازم ما بينتسى فيها.
فعم قلكن هيك نسيت البيكنج باودر، يعني شلون هيك راح عن بالي أنا ما بعرف صراحة. هو مانو يعني إنه ما بتزبط الوصفة بلا لأ بالعكس بتزبط يعني، بالعكس بتطلع بيطلع هيك القرص بيطلع هيك ماسك يعني منيح ما بيهرهر على السجادة أو هيك عرفتوا؟ فأنا نسيته، فلمّا نسيته طلعوا هيك يعني بيقرشوا بس شوي ماسكين، لو إني حاطة البيكنج باودر كان هيك بتطلع هشة أكتر. وهيك والله يا صبايا الحمد لله هاي الطريقة معتمدتها يمكن شي 3 4 سنين والله. وهيك حطينا أول عيار كمان هيك بالزبدية وراح أعمل عيار تاني نفسه بس راح أضيف إضافة وحدة بس اللي هي الكركم فقط لا غير يعني لأنه أنا حابة يكون لونه هيك شوي مايل على الصفار يعني. اي والله يا صبايا وهيك كان كعك المالح الحمد لله. هلا هي السنة أنا عملت عيارين، كل سنة بعمل عيار واحد ما شاء الله يعني لسه ما بيخلص العيد بيكونوا خلصانين. فهي السنة عملت عيارين قلت هيك لربما ضيف إنه هيك شغلات والواحد بيحب إنه بعد العيد بيضل عنده منهم يعني. فهيك والله متل ما شايفين كمان يا صبايا يعني نفس العيار عدته بهذا العيار بس زدنا عليه الكركم. اي والله يا صبايا واللي وصلت معاي لهون خلينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما شاء الله يا صبايا رمضان هذا يعني راح فورا بتقول وماسك يعني مثل الغيمة ومر والله العظيم ولا حسينا فيه يعني سبحان الله قديش كان خفيف ولطيف ورطب. ويعني سبحانك يا رب يعني كان كتير كتير والله خفيف يعني خفيف بما معنى الكلمة عن جد. فهيك حتى الوقت بحسه الوقت فورا عم بيطير طيران يعني. وهيك والله متل ما شايفين عجنتن الصبح ومن بعد الظهر وديت ابني على المدرسة وجبت جارتي معاي ومشان انه هيك نتساعد فيهن هيك من سيرة لسيرة يعني بتكون انه خلصوا. وهيك والله يا صبايا تقريبا طلع العيار 3 صواني، 3 من اللون الأصفر و3 من اللون الأبيض يعني السادة. وهيك والله الحمد لله رب العالمين أنتجناهن وخلصناهن كمان بسلام والحمد لله رب العالمين دائما وأبدا واللهم عيد علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلام والرزق وراحة البال أهم شي يا رب العالمين. والله وهيك يا صبايا الحمد لله هيك بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا حبيتوه واستفدتوا واستمتعتوا فيه كمان وإن شاء الله انطروني بفيديوهات جديدة روتينات جديدة كمان. واللي وصلت لهم اتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصل مني كل جديد أنا بنزله. وشوفوا لي يا صبايا ما أحلاه يعني هو شوفوا هو بيتفرفط وماسك حاله بس أنا بحبه هش أكتر شوي يعني عرفتوا. فهيك والله بس الحمد لله رب العالمين. وهذا كان فيديو لليوم إن شاء الله تكونوا حبيتوه. برجع لكم إن شاء الله بفيديو جديد. باي باي صبايا بأمان الله.